فكان عندي سفر للنجف، فبالليل انه فكرت انه شلون اروح للمقبره، فانولدت القصيده. انت شايف هذا مريض السرطان يعاني من العلاج اكثر من المرض، هذا الكيمياوي اللي يحرق ويوقع. فيقول الله يساعدك هاي الحنينه، انا ابنك اللي ما معميه عينه، احكي لي على وضعك بين القبور، شنو بعد المرض لو صرت زين. الله. متأذين بفراقك مثل ما مأذيك العلاج تاخذين، الخبيث شماله كان ما خبث وياي، الله. يا من عمت عين وعمت عين. احترم جنسيتي مو شي بيها تمييز، لا شي بيها اسمك كاتبينه، الامان بحضرتك واصل للطيور، الحمامة كانت تبيض على الباب ريحته بعد ما حطت علينا، ما حطت علينا الله. ولأن قلتي لوزع بالمساواة، ارج قبرك واقرا الفاتحة النوب رشن كل قبر ما راشين، يل هزيتي كاروك تنومين، هزيت القبر بكت تقعدين. المهم انسى الحكيته ولا تضوجين، واريد البيت هذا تجاوبينه، احكي لي على وضعك بين القبور، شنو بعد المرض لو صرت زين. المرض والعوز والهم تعبنك، عمت عينه هذن منين يجنك، اكبر مشكله نواجهها بالبيئه علالي قد دول ما طيبنك. الله. تناقض بيهن من الموت للموت، الهن لك مبينه وذكرى منك، ملح واندفن والدنيا شمسخها، واحس خنجر دخل روحه وملخها، من قد ما انسانه والله كانت حتى اطيب من طبخها. الله. الله يحفظكم. الله. الله